السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد علينا ان شاء الله. حبيت انزل الكحك بدري للناس اللي هي تحب تعرف الوصفة. عايزة اقول لكم الوصفة دي انا ما بغيرهاش خالص بجد، يعني معمولة بكل احترافية للناس اللي اول مرة تعمل كحك. عايزة اقول لك النتيجة بجد هتبقى مبهرة ليكي قوي. وبالنسبة للكحك بتاعنا النهاردة هنعمله كحك على البارد زيه زي بتاع المحلات بالظبط، بأسهل طريقة وبأضمن طريقة كمان. عايزة أقولك يعني خبرة سنين بصراحة. في البيت عندي ما بيحبوش غير الطعم ده. عايزة أقولك قد إيه دايب وجميل جدا وطعمه وريحته ولا أحلى من كده خالص. خليكي معايا لآخر الفيديو، ما تنسيش اللايك يلا بينا. مقدرنا النهاردة لكيلو من الدقيق. طبعا لو عايزة تضاعفي الكمية في 2 أو في 3 هنضاعف كل المقادير ديت. هنا أول حاجة عندي عشان تنجح الوصفة بتاعتي النهاردة الدقيق. الدقيق لازم معاكي ما يكونش دقيق مخبوزات، يا دقيق كحك وبسكوت، يا دقيق جميع الاغراض، سواء ان هو اكياس او حتى اللي هو السايب. تمام. بالنسبه بقى للطعم، عشان ياخد طعم حلو للكحكايه بتاعتي لازم يبقى نوع السمنه نفسه حلو. هنا عندي 600 جرام من السمنه اللي هي البقري او حتى الجاموسي البلدي. ده بيخليها طعمها بصراحة الكحكاية في حتة تانية خالص. ولكن لو تحبي يبقى نص نباتي ونص بلدي عشان التكلفة مفيش مشكلة خالص. وللناس اللي عايزاه نباتي خالص برضو مفيش مشكلة. هنا بالنسبة بقى للسوائل، عندي هنا تلت كوباية من المية وتلت كوباية من اللبن. تقدري تحطي مية بس او لبن بس، ولكن الاحسن انك انتي تحطي الاتنين مع بعض، لان المية لوحديها بتخلي عندك الكحكاية دايبة قوي، واللبن لوحده بينشف الكحكاية. فالاتنين مع بعض هيعملوا توازن ويديكي نتيجة كويسة. عندي هنا بقى معلقتين كبار من السكر حوالي 40 جرام، معلقتين كبار من اللبن بودر، وده ضروري جدا على فكرة، بجد بيدي طعم حلو جدا في المخبوزات. عندي هنا كمان 10 جرام من الخميرة و10 جرام من البيكنج باودر، واخر حاجة رشة من الملح. هنزل هنا على الدقيق البيكنج باودر ورشة الملح وكمان اللبن البودر، هقلبهم تقليبه كويسه. ملحوظه بقى بالنسبه للدقيق، لو نوعه كويس هيريحك جدا جدا وتبقى نتيجته حلوه وهيبان فيه السمنه. لو الدقيق نوعه مش احسن حاجه برضو هتحسي ان في فرق كبير لو انتي استعملتي ده واستعملتي ده. هنا بقى عندي في العجان، لو مش عندك عجان هيبقى بمضرب كده. نحط عندنا السمنه مع السكر ونبتدي نضرب بمضرب كهرباء، او لو حتى بايدينا، يعني لو مفيش اي حاجه خالص. بس هياخد وقت شوية. بالمناسبة السمنة عندي بتبقى ساقعة ساقعة جدا، يعني احطها كده في الفريزر نص ساعة واطلعها، دي عشان تستحمل معايا الضرب وما تسحش مني. هفضل اضرب فيها لحد ما تديني النتيجة اللي انتوا شايفينها ديت. بقى القوام عندي خفيف، السمنة ما ساحتش، ده عشان هي ساقعة جدا. حتى لو في الصيف برضو هتديكي نفس النتيجة. كونها انها ساقعة دي فهتفضل معاكي مطولة كده، والقوام بتاعها كويس جدا زي ما انتم شايفين. بقت معايا القوام بتاعها فومي شوية، خفيف قوي، كأنك بالظبط بتعملي كريم شانتيه كده. تمام جدا. هنوقف بقى ضرب واجيب عندي بقى ايه في طبق يكون مساحته كويسة اقدر اشتغل فيه. هنزل عندي بقى الخليط بتاع السمنة والسكر. زي ما شايفين قوامه حلو قوي. بجيب بقى عندي الدقيق هنا وابتدي ان انا انخله. يعني عشان لو انا جايباه من بره اللي هو السايب، اضمن ان هو مفيهوش اي شوايب خالص. لو حتى الاكياس يبقى انا دخلت فيه كميه هواء كويسه. بعد ما دخلت عندي كميه الدقيق هبتدي دلوقتي خطوه البس، اللي هو بدمج السمنه مع الدقيق لحد ما اوصل بيهم لعجينه بتلزق شويه، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. لو انا عامله بقى كميه كبيره كميه صغيره ده هيفرق معاكي في الوقت، ولكن الخطوات كلها واحده. هنا بقى ببتدي ألم بقى عندي العجينة أبسها بشكل كويس قوي لحد ما نوصل زي ما قلنا لعجينة بتلزق شوية. بالمناسبة في بقى 3 درجات لقوام الكحك. لو أنا عايزة الكحك عندي ناعم ودايب يبقى 600 جرام سمنة على كيلو الدقيق. أما لو أنا عايزاه يبقى في الوسط كده، ولا ناعم ولا خشن، هيبقى 550 جرام سمنة على كيلو دقيق. لو انا عايزاه بقى يبقى ناشف معايا هيبقى نص كيلو سمنة على كيلو الدقيق. طبعا ليكي حرية الاختيار، تقدري بقى تعملي اللي انت عايزاه.
هنا بقى وصلت خلاص بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي، عجينة بتلزق معايا. نيجي هنا بقى للخميرة. جبت تلت كوباية اللبن وحطيت عليها العشرة جرام من الخميرة، وابتديت اقلبهم بشكل كويس جدا. للناس اللي هي بقى مش متأكدة من الخميرة بتاعتها او عندها بقالها كتير، تعمل تيست الاول قبل ما نحطها على العجينة بتاعتنا، وتبقى تكلفة كبيرة. وبصراحة الجو والوقت مش مستحمل ان احنا نجرب في اي حاجة وكمان تطلع بايظة مننا. هنا بقى خلاص اتأكدت من الخميرة بتاعتي. هبتدي انزل عندي تلت كوباية اللبن زي ما انتم شايفين، وابتدي الم بصوابعي، مش هعجن خالص. لو انا عجنت وابتديت ان انا اخد وقتي كده في قلب العجن، الكحكايه تنشف معايا، ودي نتيجه احنا مش عايزينها خالص. احنا عايزين كحكايه حلوه كده ودايبه. زي ما انتم شايفين بلم بصوابعي. اول ما بيختفي معايا اللبن زي ما انتم شايفين كده، هحط عندي الكميه التانية من الميه. وبالنسبه بقى للناس اللي هي هتمشي بالميزان، وده افضل ليهم كتير قوي، الميه واللبن عاملين 180 ملي، اللبن عامل 90 ملي، والميه عامله 90 ملي. تمام. بعد ما حطيتهم بالشكل ده بلم، هفضل امشي ايدي كده في قلب الطبق ومع العجينه لحد ما ينضف الطبق مني خالص. هتبص تلاقي شيء في شيء العجينه ابتدت انها تمتص كده السوائل وتمسك نفسها، ما تبقاش عجينه بتلزق على فكره. والطبقه كده بصي كده ابتدى واحده واحده يبقى تمام جدا. دي علامه ان الكحك معايا بقى تمام وخلاص اتعجن بشكل كويس. زي ما قلنا مش عايزين نبالغ في خطوه العجن دي عشان ما نوصلش لنتيجه عكسيه. العجينه اتلمت معايا، ولو تاخدي بالك ان ايدي ما فيهاش اي اثار كده للعجينه، ولا حتى الطبق نضف وتمام جدا. اعمل تيست صغير كده وشوف العجينه عامله معايا ايه. العجينه مفيش اي تشققات خالص، العجينه طريه وجميله وتمام جدا. بعمل ايه دلوقتي بقى؟ هسيبها حوالي 10 دقايق، مش هسيبها تتخمر، 10 دقايق بس تستريح، وابتدي ان انا اشتغل فيها زي ما انا عايزه. هنا بقى العجينه بعد ما عدى عليها 10 دقايق، عجينه بجد ممتازه، ما فيهاش اي مشكله خالص، ما فيهاش اي تشريخ. لو انا مسكت العجينه وابتديت ان انا اشكلها، بصوا كده ما فيهاش اي مشكله خالص. هطبعها كده او ابصمها بالبصامه، تمام جدا معايا. هعمل ايه بقى دلوقتي لو انا عايزه اتاكد منها او اول مره اشتغل فيها؟ بجيب كحكتين واعملهم بالشكل ده واشغل عليهم الفرن، اشوفهم بقى عاملين ايه معايا، تمام ولا ايه الدنيا يعني بتشرخ ولا فيها ايه. عايزه اوريلك بقى حطيت كحكتين زي ما انتم شايفين، والنتيجه ممتازه جدا من تحت ومن فوق، حاجه ولا اروع من كده خالص. نشتغل بقى وعلى بركه الله وناخد نتيجه هايله جدا. وما تخافيش، ابتدي فيها وما تقليش، حتى لو هتبتدي في ربع كيلو تجربيه لو انت اول مره تعملي. النتيجه بجد هتبقى مرضيه ليكي جدا لو مشيتي على كل الخطوات دي. عايزه اقولك مفيش اسهل من الحاجات ديت. بيتهيألي دلوقتي اسعارها بره بقت فلكيه يعني، لكن انت هتعملي كميه كويسه. وعايزه اقولك بالنسبه لكيلو الدقيق عامل معايا كيلو و800 وشويه، يعني داخل على ال2 كيلو. فبيتهيألي ده توفير وبرده كميه كويسه لو انت هتعملي اكتر من كده كمان. عايزه اوريلك بقى بالنسبه للبصامه عامله ايه، ما فيهاش اي مشكله خالص، الرسمه ما بتروحش، الدنيا تمام جدا. هنا بقى بالنسبه لوزن الكحكايه عندي، لو انت عايزه كل الكحك يبقى شكله حلو زيه زي بتاع بره بالظبط، هما بيوزنوا على فكره. هتوزني الكحكايه 20 جرام، عايزاها اقل من كده برضو مفيش مشكله، اكتر من كده مفيش مشكله، ولكن الوزن ده وزن مثالي جدا. مش عايزه تقدري ان انت بالويم كده او بعينيكي تشوفي انت عايزه القطع قد ايه. هنا بعد ما شكلت، المفروض ان انا لما بشكل صينيه بدخلها على طول عندي في الفرن، بسيب مسافات بسيطه، هو مش هيفرش منك قوي. الكحك دوت ما بيتخمرش، اول ما بخلص الصينيه لازم ان انا اسويها على طول. بالنسبه للتسويه بدخلها عندي على درجه حراره 160 170. طبعا ببقى مشغله الفرن الاول يسخن، بدخلها وببقى مشغله من تحت بس لحد ما بياخد لون كويس. لو احتاجتي انك تشغلي الشوايه حوالي دقيقتين تمام، ما احتاجتيش خلاص الدنيا تمام وجميله جدا، مش لازم تشغلي الشوايه خالص. انا هنا ما شغلتش الشوايه، والنتيجه بصراحه مرضيه جدا زي ما انتم شايفين. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبك وجربيه، اتشجعي وما تنسيش اللايك والاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين.